سلام عليكم. ايه ده ايه ده المجتمع ده. اهلا ومرحبا بكم المتتبعين ديال اوجو 69. كيف العاده جمعنا لكم لقطات لما هو رياضي واللي كيخص بالضبط الاشبال الاطلس الاقل من 20 سنه، وهاد اللقطات اللي كيخصوا العوده ديال اسود الاطلس للانديه ديالهم والمنازل ديالهم والاستقبال وحفاوه الاستقبال اللي طرات لهم في الانديه ديالهم. كونوا معنا. Are you ready? صراحه الجيش الملكي كيتحسب لهم هاد اللقطه هادي ديال التكريم لهاد اللاعبين بجوج، واخا بزاف ديال الجمهور تيقولوا علاش يتكرموا علاش يديروا راه ما داروا والو في كاس العالم. راه غير بصيفتك تكون كاسم كونفوكي في ديك ليكيب، راك اسم اللي عندك عندك ثقل في الكره وباللي راه جايك فرصه ديالك انت. دونك الدراري ما نحقروش الدراري ديالنا، ما نكونوش بحال هكا. وفي نفس الموضوع غندويو على تيمومي، الله يشافيه من ديك الدقه اللي كلاها في واحد الوقت. شكون عاقل على تيمومي في اياماتو كي كان، الله يشافيه يا رب. لا الهيبه يا شارك. صراحه الزبيري فرقته دارت له واحد التكريم اللي زوين تبارك الله عليهم، وزعما تا هما تيتحسب لهم التكريم، تيتحسب لهم بزاف، والعقبه له يمشي لشي فريق اللي كبير، حيت الصراحه هو كبير ويستاهل ما كبر. ولكن راه كلشي على ياسين جاسم. شوفوا معايا هاد الخيط. قطعنا لكم الفيديو حتى هنا، حيت راه تيقولوا بلي راه مازال دابا مازال كيسلم، دونك راه ما نقدوش نكملوا الفيديو كامل. ما شاء الله، واحد الفخر وواحد الضحيكه كتشوف مرسومه في الوجوه ديال اللعابه ديالنا، تبارك الله عليهم وصافي. جايين اللي راه يلا خدينا كاس العالم غير جايين نقصروا اللعيبات، فهمتي؟ ربي يكرمهم ان شاء الله، ومازال دابا كنشكرهم بزاف على كاس العالم اللي جابوا لينا. ديديكاس الزليجي. الحفله يديروها والليله نربلوها، راهي انا موت في خاطر الموت. قاع تموت. الحفله يديروها والليله نربلوها، راهي انا موت في خاطر الموت.
الله على خويا معمر، صراحه هاد الدراري يستاهل، هو راه يستاهلوا كاملين، ولكن هاد الدراري راه داكشي اللي دار في هاد البطوله راه ما يمكنش، تبارك الله عليه وصافي. انا جبتني حتى واحد القطه ديالو، واخا انا عزيز عليه كريستيانو كان قالها، شداتو الصحافه ديال الشيلي وقالوا له انت نمبر 7 وعندك اللاعب ديال كريستيانو، قال لهم لا انا ماشي كريستيانو انا معمر، شو الاعتراف باللي هو غيكري واحد السميه ديالو هو، فهمتوني؟ ضربوا لكم على النشاط اللي دار الجارديان ديالنا. الله الفعل الخير ديالنا هو هذا، قليل هاي الهضره، واخا هكاك راه كيتسمى فعل الخير، تبارك الله جاب الاخر واخا ما لعبش وجا حتى الفينال وما لعبش، واخا هكاك راه فعل الخير والحمد لله. المهم وديناها، اما ديك القضيه ديال شارك ما شاركش وداكشي، المهم تكونفوكا، المهم سميتو كاين وبصحتو لا ميداي تا هو وينشط مع راسو ويدير، راه واخا ما شاركش راه عرفتي شنو هي تكون قاس ما بك ما عليك وتعيط لك تجي للفينال تكونفوكا للفينال انت ما بين بزاف ديال السميات، حاجه كبيره اللي بنادم ما يحسش بها، راه ما هما اللي غيحسوا بهذا الاحساس والاخر، ومشيتي في داك داروا لك ممر شرفي والاخر وديتي لا ميداي، راه حاجه كبيره بزاف، وهذه اللي غتخلي بزاف ديال الشباب يفتخروا براسهم. دابا نخليكم مع شنو قالت الصحف العالميه على الانجاز التاريخي اللي حققه المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه. Y vi un equipo muy superior a la Argentina. Y entonces, cuando en el deporte juegas contra otro mejor, habitualmente perdés. Y fue lo que pasó. En buena ley ganó Marruecos, justo campeón, merecido campeón, brillante campeón, Marruecos. Y la verdad yo orgulloso de Argentina, que llegó a la final, que quizás la verdad era hasta la semi, porque Colombia me gustó mucho también, pero por ese orgullo del pibe argentino, se las ingeniaron para doblegar a un rival, creo, un poquito superior Colombia, y llegar al partido decisivo. Me gustó de Placente, a ver, que lo vi, se me permite la... Really well done to them, and it's not just them, because we saw the men's obviously A team doing really well at the World Cup in Qatar. All the money and the support they put in their youth football all around. دابا نخليكم مع افضل مدرب في العالم اللي هو لويس انريكي، وشنو قال على هذا الانجاز التاريخي اللي حققته المغرب. Como hombre de fútbol de toda la vida, ¿qué opinión te merece Marruecos campeón del mundo sub-20? Algo histórico para Marruecos, para África. No sé si hablaste con Hakimi o no. Sí, claro. Bromeamos sobre... Nada, es una muy buena noticia. Hay países con un gran potencial que todavía no sé si habían ganado anteriormente, pero es siempre una muy buena noticia. Dentro de poco habrá un mundial también en Marruecos, además de en España, con lo cual yo creo que es muy bonito para el mundo del fútbol que haya nuevos, o que haya países que ya han mostrado siempre una calidad, porque en la Copa de África siempre es uno de los favoritos, pero que ya sean claramente opciones para ganar próximos mundiales en categoría senior absoluta. Grandes noticias. ودابا نخليكم مع التقارير ديال الصحف العربيه وشنو قالت على هذا الانجاز التاريخي للمنتخب المغربي الاقل من 20 سنه. ومن ما بين هاد الصحف غندوزو لكم حتى الصحف الجزائريه اللي كانت كتقول علينا هضره خايبه في وقيته ديال البطوله، ولا راه غنخسروا وغنتقصاو من الدور الاول وداك الشيء، في الاخر تبين العكس وتبينات باللي الخدمه عندها ماليها. شوفوا لكم هادشي. وانت غدوه كيفاش راح تلعب؟ هادو يطلعوا بنفس العباد اللي يسيروا الكره تاع بلادهم، وانت يطلعوا بنفس العباد هادو، هما يروحوا الفوق وانت تقعد غير تكذب. المغاربه ولاعبي المغاربه هربوا على افريقيا، وهذه الحقيقه اللي خاص الواحد يتعلم لها. الكره المغربيه هربت، الاعلام ديال المغرب طالع في جميع البطولات، ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم ما شاء الله عليهم. يعني تخيلوا كاس العالم لهنا، روحوا عاودوا الذاكره ديالكم وشوفوا الاعلام ديال المغرب شحال طلع مره. هربوا عليه العجب وصاير هنا، واحد ما حب يتحرك،
واحد ما يتحرك نحي قاعد الناس هذوما ولا خليوها ما تزيدوش تهضروا عليهم كاع. تواصل اليوم رياضية بامتياز في ليلة كروية ستبقى محفورة في ذاكرة الرياضة العربية. كتب منتخب المغرب للشباب اسمه بحروف من ذهب في سجل كرة القدم العالمية. كيف؟ توج بكأس العالم للشباب 2025 التي أقيمت في تشيلي، لكن بعد أن فاز على من؟ بفوز مستحق على الأرجنتين منتخب التانغو وبهدفين. احفظوا هذا الوجه جيدا. هذا هو النجم الصاعد ياسر زبيري، قاد المغرب إلى هذا الإنجاز التاريخي مع بقية زملائه بتسجيله ثنائية رائعة في الشوط الأول، الأولى من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 12 سكنت الزاوية العليا بهدف جميل جدا، والثانية بتسديدة متقنة في الدقيقة 29 ليعتلي صدارة هدافي البطولة ب5 أهداف، ويصبح أيقونة لجيل جديد يعلن ميلاد المغرب بطلا للعالم بهذا العربية بعبارات الفخر والانتماء. وتصدر وسم المغرب بطل العالم قوائم الترند في عدة بلدان، وانهالت التهاني من سياسيين ورياضيين وإعلاميين ومشجعين من المحيط إلى الخليج. تداول المستخدمون مقاطع مؤثرة من لحظة التتويج واحتفالات اللاعبين، والعلم المغربي يرفرف بين التصفيق والدموع، فيما وصف كثيرون الإنجاز بأنه انتصار للعرب جميعا. طبعا مبروك للمغرب. طلحة أحمد يقول المغرب بطل العالم للشباب، ما أجملها وما من جملة وما أروعه من معنى. هذا ليس مجرد فوز بل إعلان عن جيل ذهبي سيغير مستقبل الكرة المغربية والعربية. جيل قاتل من أجل الكأس ورفع علم وطنه أمام العالم كله. ألف مبروك للمغرب وشعب المغرب. نقرأ أيضا تغريدة لإبراهيم فايق الذي يقول تخطيط، تجهيز وإعداد وانتقاء، دراسة وعلم، هيدي معطيات نجاح. وكما سمعتوا في هذا الفيديو باللي اسم المغرب ولا في لي ريشيرش ولا في الحاجه اللي كيقلبوا عليها العالم كامل، ولا الفوق مروكو ماروك مرويكوس، كل شيء. راه كما لاحظتوا امريكا اللاتينيه كاملين ولاو كيحبوا المغرب من غير الارجنتين حيت نولوا عقده ديالهم بطبيعه الحال. يعني الاسم ديال المغرب غيولي براند. راه من دابا راه شحال هادي كنا كنشوفوا غير التونيه ديال الارجنتين والبرازيل هما اللي كيتلبسوا بزاف وكذا. دابا وليتي كتشوف الناس اللي مشهورين عالميا اللي كيديروا التسويق للمنتخب المغربي والمغرب عامه كسياحه، كتشوف واحد اللي معروف مثلا كيلبس التوني ديال كيدير ما كانش شحال هادي. وهذه راه اللعبه ديالك كبيره في ارض الواقع وقليل اللي كيعرف. استقبال شعبي لابطال العالم، واللي قدامك دي لقطات استقبال منتخب المغرب تحت 20 سنه بطل العالم للشباب بعد فوزه ضد الارجنتين من ايام بس، ونزل الشعب المغربي كله النهارده كان يهنيهم ويحتفل بيهم. لقطات كانت عظيمه جدا استحقها ابطال العالم ابطال المغرب وسط حشود شعبيه بمنتهى الحب والاحترام. انجاز ابطال العالم تحت 20 سنه مش بس في انهم خدوا البطوله، اول مره في تاريخ افريقيا منتخب تحت 20 سنه مرشح للفوز بجائزه افضل منتخب افريقي خلال العام. المغرب داخل بنفرين الموسم ده بمنتخب اول وكمان بمنتخب شباب. لقطات الاحتفال ده وكل اللقطات اللي انت محتاج تتفرج عليها وكمان بث مباشر للمباريات تقدر تشوفها من للعرب أول بطولة كأس عالم دون 20 عام، وهيك بيكون المغرب هو ثاني منتخب عربي يحقق بطولة كأس العالم في فئة من الفئات بعد ما عملها منتخب المملكة العربية السعودية في 1989 عندما توج بكأس العالم للناشئين. للعلم كنت في المغرب الشهر الماضي والتقيت ببعض هؤلاء النجوم في مجمع محمد السادس الرياض واخذنا حوار على الجنب. لم أكن أعلم أنه بعدها بشهر سيتوجوا أبطالا للعالم في تشيلي. أما في الجولة الأوروبية